السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد حسنين، دي قناة أحمد AI. النهاردة هنتعلم مع بعض حل مشكلة إن إحنا لما بنيجي بنسجل في مانوس ونبعت كود على رقم التليفون مش بيوصل الكود، بيجيب لنا الرسالة دي. تمام، يلا بينا ندخل في الشرح. بس قبل ما ندخل في الشرح لازم الأول نعرف الفرق بين، عايزين نعرف الفرق بين مانوس وبين تشات جي بي تي، أو بين مانوس وبين أي ذكاء اصطناعي تاني. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا عشان نعرف الفرق بين مانوس وشات جي بي تي، انا عملت لكم مقارنه كده سريعه عشان نفهم بيها بس ايه الفرق. تمام، مبدئيا كده التعريف العام. حلو. شات جي بي تي عباره عن نموذج ذكاء اصطناعي للمحادثه وتوليد النصوص، مبني على تقنيه اللغه الطبيعيه. كلام جميل. لكن مانوس عباره عن وكيل ذكاء اصطناعي تنفيذي قادر على تخطيط وتنفيذ مهام معقده بشكل مستقل. دي من ناحيه التعريف العام. رقم واحد. رقم اتنين، نطاق الاستخدام. شات جي بي تي هيساعدنا في المحادثة، الكتابة، البرمجة، التعليم، توليد الأفكار، المساعدة في إنجاز الأعمال يدويا. كلام جميل. كلام جميل. لكن مانوس هيساعدنا في تنفيذ مشاريع عملية كاملة، مثل إنشاء موقع، جمع بيانات من الإنترنت، تشغيل عمليات معقدة بشكل أوتوماتيك. نخش على ثالث نقطة معنا، التعامل مع الويب. شات جي بي تي يمكنه الوصول المحدود للويب في بعض النسخ، اللي هي النسخة المدفوعة يعني، للبحث وجلب المعلومات فقط. ولكن مانوس يستطيع تصفح الإنترنت واستخدام ال APIs وتحميل بيانات والتفاعل مع مواقع وخدمات خارجية بشكل تنفيذي. حلو. رابع نقطة بقى، دور المستخدم في شات جي بي تي يقوم بالتنفيذ بناء على ما يحصل عليه من المحتوى. يعني ايه؟ يعني انا بدخل له مدخلات او برومبت، باخد مخرجات ابتدي استخدمها واتعامل بيها. لكن في مانوس دور المستخدم مبني بس على ان انا ببعت له اللي انا عايز اعمله وابتدي اتابع بس. بيبقى هو هنا، بص هنا، دور المستخدم في الغالب هو اعطاء الاهداف ومتابعة النتائج فقط. يعني أنا مش هتدخل في اي حاجة غير ان أنا اتابع بس. هنا المخرجات في شات جي بي تي بتطلع لنا مخرجات عبارة عن نصوص أو أكواد أو شروحات تحليلية جاهزة للاستخدام. لكن في مانوس المخرجات بتبقى نتائج تنفيذية كاملة، ملفات جاهزة، مواقع منشورة، تقارير مجمعة، مهام مكتملة. طب يعني أنا برضو بعد الكلام واللف ده كله أنا مش فاهم أي حاجة يا أبو حميد. إيه الخلاصة؟ بص يا معلم، صلي على النبي. الخلاصة إن شات جي بي تي هو مستشارك الذكي، يقدم لك نصائح، حلول، أفكار، شروحات، محتوى، أكواد إلى آخره. ده بيتم عن بناء على الأسئلة اللي أنت بتطرحها عليه. ورفيق محادثة، يعني هي يتحاور معك بشكل تفاعلي، وكلما أعطيته مزيد من المعلومات والأسئلة يتفاعل معك ويعدل إجابته حسب احتياجك، لكن لا يقوم بالعمل الفعلي نيابة عنك. أنت من تنفذ باستخدام المعلومات التي أعطاك إياها. ادينا مثال عملي طيب عشان نفهم أكتر. صلى على النبي. أنت مثلا لو بعت لشات جي بي تي ويريد إنشاء موقع للتجارة الإلكترونية، فشات جي بي تي هيرد علينا بكل بساطة، هيدينا خطوات إنشاء الموقع بشكل عام، هيقترح علينا أدوات المنصات المناسبة مثل شوبيفاي أو إي كوميرس. تمام. هيساعدنا برضو في كتابة بعض الأكواد المساعدة إذا طلبت منه ذلك. حلو. ويشرح لنا كيفية شراء النطاق أو الاستضافة، وتقديم النصائح التسويقية والتصميمية. ولكن في النهاية أنت اللي هتقوم بكل ده، يعني هو هيديك نصائح وخطوات عملية أنت اللي هتمشي عليها. لكن لو جينا عند مانوس بقى، مانوس هو موظف تنفيذي رقمي لا يكتفي بإعطائك الأفكار، بل يبدأ بنفسه في تنفيذ الخطوات المطلوبة بمجرد تحديد الهدف. ينفذ الأعمال، يدير عمليات معقدة، يحجز خدمات، يجمع بيانات، يشغل أنظمة، يتكامل مع أدوات خارجية، ينفذ عمليات كاملة بشكل أوتوماتيك. وأنت تعطي الأوامر الرئيسية وتراقب النتائج فقط دون الحاجة لتفاصيل كل خطوة. مثال عملي، يعني مثلا لو خدنا نفس المثال اللي فوق، حلو، اللي هو لو أنا قلت لمانوس أنشئ لي موقع تجارة إلكترونية، احنا قلنا فوق شات جي بي تي هيدينا الخطوات بس احنا اللي هنمشي عليها. لكن في مانوس بعد ما تديه الهدف او الخطوات اللي انت او الهدف اللي انت عايزه، هو بيبتدي تلقائي يحدد الادوات المناسبه تلقائيا. يعني هو مش هيخيرنا بين شوفاي ولا كوميرس، ولا هو يختار الافضل تلقائي ويبتدي ينفذ فيه. يحجز الاستضافه والنطاق ونيابه عنك، يعني هو هيحجز لك استضافه. لكن شات جي بي تي كان هيقول لك ازاي تحجز اضافه او ازاي تشتري اضافه، ويبتدي يقول لك على الخطوات. لكن في مانوس هو تلقائي بيحجز الاضافه وبيشتريها نيابه عنك، ينشئ قائمة البيانات ويثبت نظام إدارة المحتوى، يربط بوابات الدفع ويضبط إعدادات المتجر. لك ده مانوس هيعمله. لكن لو شات جي بي تي هيقول لك ازاي مثلا تربط بوابات الدفع، ازاي تعمل إعدادات المتجر، لكن مش هيقدر يعمل ده بنفسه. ده الفرق بين الوكيل الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي. حلو. تمام. يقوم بإعداد تصميم الموقع ورفع المنتجات اللازمة الأمر، يعني هو كمان هيعمل تصميم الموقع ويرفع المنتجات ويضيف وجبات الدفع. يعني انت مش تعمل اي حاجه نهائي، غير بس انت لو في تعديل معين ممكن تضيفه حاجه او تحذف حاجه كده، وانت تتابع
وتراجع النتيجة النهائية فقط مع الحد الأدنى من التدخل. يعني أنت الحد الأدنى من التدخل أنت هتضيف حاجات بسيطة ولمسات بسيطة عشان دي برضه إيه اللمسة بتاعتك، ما يبقاش الموقع من A to Z كله ذكاء اصطناعي. طب ملخص الفرق ده كله إيه؟ ملخص الفرق ده كله إن شات جي بي تي مرشد ذكي يوجهك، لكن التنفيذ عليك أنت. طب مانوس منفذ رقمي ينفذ عمل بالكامل بعد إطلاق الأمر. يعني شات جي بي تي حلو هيديك افكار حلوه وهيساعدك بكل حاجه، لكن انت هتنفذ بنفسك. لكن مانوس لا، مانوس هيبتدي من يوتو زد يعمل كل حاجه، الا وانت حبيت بقى تضيف اللمسه الفريده بتاعتك. كلام جميل. بعد ما فهمنا الفرق بين مانوس وشات جي بي تي، طبعا كلنا عارفين ازاي نسجل في شات جي بي تي، لكن في مانوس بتواجهنا مشكله في التسجيل. طب تعالوا نتعرف على المشكله ونحاول نحلها مع بعض. تمام. مبدئيا ازاي نسجل في مانوس؟ هندوس ساين اب عادي. حلو. هنا هنحط اسمنا عادي. هنا هنحط الايميل بتاعنا. حلو. هنا هنحط الباسورد. طب انا احط الباسورد والايميل وارجع لكم تاني عند المشكله اللي بتواجهني. ماشي. عملت تسجيل دخول. حلو. جاب معايا القائمه دي. هنا ببتدي احط رقمي بقى عادي. كلام جميل. احط رقمي واضيف سند كود. بتظهر معانا الرساله دي. طب الرساله دي حلها ايه يا محمد؟ حلها سهله جدا. هنفتح هنا سنويب، ناخد سكرين شوت للمشكله اللي بتواجهنا. حلو. هندوس سند كود، ندوس نيو. حلو. هنحفظ السكرين شوت اللي خدناها كده عادي. صلى الله عليه وسلم. كلام جميل. هنروح بقى ايه على الجيميل بتاعنا، هنبعت رساله للدعم، بس هم معاهم آه، اتنين ايميل للدعم، فهنبعت للاتنين ايميل على طول. هنعمل دي نفتح دي في تابة تانية. حلو. ندوس هنا. ده رقم واحد. ده رقم اتنين. هنضيف الصورة بقى. هنعمل اتاتش الصورة او السكرين شوت، وهناخد الرسالة دي هسيبها لكم في التعليقات برضه او في الديسكريبشن. حلو. نعمل لها نسخ هنا. وهنا بس هنضيف رقم التليفون بتاعنا اللي هو تعالى برضه. تمام. هو الدعم ليه ايميلين، واحد اسمه سبورت وواحد اسمه كونتاكت. حلو. تمام. فاحنا بعد ما رفعنا الصورة هنروح نعمل سند هنا، سند هنا. حلو كده. احنا بعتنا رسالتين للدعم. هو في خلال انا لما جربتها اول مره في خلال مثلا كان من ساعه لساعتين. تمام. فاحنا هنستنى نشوف هيرد علينا بعد قد ايه، وهرجع لكم تاني. طب زي ما احنا كده شايفين مع بعض يا شباب، احنا بعتنا الرساله للدعم كانت الساعه 2 وتلت. حلو. الدعم رد علينا الساعه 9:56. تمام. هو بيقول لي خلاص ان احنا كده حلينا المشكله، جرب تسجل بالرقم تاني ومفيش، مش هيبقى في اي مشكله. كلام جميل. طب هنيجي نجرب مع بعض. نفتح مانوس نشوف إيه اللي تم. ندوس سند كود. كده يا شباب المشكلة اتحلت وبعت معانا الكود عادي بدون أي مشاكل. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتدوس لايك وكومنت لو حاسس إن المحتوى عجبك. لو المحتوى ما عجبكش كنت مش مضطر تعمل أي حاجة. السلام عليكم.